اسمعوا معايا كده. السوق الحقيقة ممتاز جدًا، لكن لازم الناس تبني بسرعة شديدة وفي نفس الوقت الناس تركّز في نوع البيع اللي ما يبقاش فيه exposure عالي. فدي حاجة إحنا الحقيقة بنحاول نعملها، لكن أقدر أقول هي سنة بالنسبة لنا سنة فوق الممتازة. بالنسبة ل24 إحنا متخيلين هي هتبقى نفس القصة. بنتوقع إحنا السنة اللي فاتت يمكن رفعنا أسعارنا من 70 ل80%. إن السنة دي بنأمل إن إحنا ما نوصلش لنفس الرقم، لكن يعني هيبقى في حدود ال50 60% تقريبًا ده التوقع. انا دلوقتي بصور بره الاستوديو عشان دي فرصه ما تتعوضش. اللي مش عارف ده ياسين منصور وبيتكلم مع قناه العربيه عن بالم هيلز. فزي ما قال الاسعار في 2023 زادت من 70 ل 80%. فتخيلوا الناس كسبت قد ايه. وكمان قال ان السنه دي الاسعار هتزيد من 50 ل 60% تقريبا. وبما انه صاحب منصور جروب مش بالم هيلز بس، فكلمته ليها تمن وتمن غالي جدا. فمستحيل يقول معلومة مضللة. التصريح ما بقالوش ساعات كتيرة والناس فعلا جربت بنفسها السعادة واللكجيريوس لايف في هاسيندا وكمان في في جي كي. وحتى لو ما جربوش فأكيد سمعوا عنها. فبعد التصريح اللي ما بقالوش ساعات كتيرة الناس بقت تجري وتشتري هاسيندا بس. وقت تصوير الفيديو ده فاضل فيها 2 توين هاوسز بس و39 شاليه و3 بيتش هاوسز اللي هما الفيلات اللي قدام البحر. واعتقد كمان الفيرست رو هيبقى كله متباع ودولت هيبقوا يا سكند رو يا ثيرد رو. اما بالم هيلز نيو كايرو فكل الشقق اتباعت تماما. فاضل 72 فيلا، 48 توين هاوس و28 تاون هاوس. وفي فيزز كامله كل الانفنتوري ران اوت اوف ستوك. بالم هيلز من الشركات اللي بتسمح بتملك الاجانب في مشاريعها. لو حد حابب يعرف اي معلومه عن اي يونت يبعت لي في الدي ام وهبعتها له على طول عشان يلحق.